السلام عليكم. هارد لك للمنتخب التونسي توا النادي الافريقي وتفاهمنا فيها عندنا اشكاليات وهذيك ديما تصير وقدر الله ما شاء فعل حتى شي ربي يرفع علينا البلاء. اما المنتخب التونسي كل ما تكون ثم مقابله مهمه مع فريق يعرف يكور شوي الا وينهزم او يشد الدفاع وما عادش يحب يقدم جبله. الدفاع 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 لين نأيسوا لين حاجه اسمها كره تنسى من مخك. نتفرج انا قبيله شوي في المقابله نتاع المنتخب المغربي ضد المنتخب التونسي في المغرب. الماتش يوفى 2 بلاش للمنتخب المغربي. شو نقول لكم حاجه، سيطره مطلقه، اكيد تفرجتوا فيه الماتش، سيطره مطلقه للمنتخب المغربي. فرص بالجمله. المنتخب التونسي فرصه بالراس وفرصه الاخرى شبه فرصه. كوره كل شيء موجود. المنتخب التونسي هو بيدو اللي نعرفوه. وقت اللي جد الجد تلقى الدفاع، الطريقه الدفاعيه وما ادراك ما الدفاع. علاش زعما لهالدرجه ما نجموش نكوروا وما نجموش نجيبوا ملاعبين يدوروا كره ويقدموا القدام؟ هذه راهي معضله كبيره في المنتخب التونسي منذ سنين. منذ سنين نتفكر عام 94 كان ثم منتخب ممتاز انسحب من الدور الاولاني اللي كان فيه فوز الرويسي والاخر نبيل معلول وقتها المحجوبي ليكيب هذيك نتاع 94. بعدها المنتخب التونسي اصبح منتخب يلعب على الطريقه الايطاليه، هاك شوي هجومات معاكسه مع تسجيل بعض الاهداف. تعديت الحكايه، جاء منتخب 2004 هزينا كاس افريقيا كيف ما هزيناها، وهذاك هو. الباقي الكل نترشحوا منتخبات معناها كي يشدوا لهم طريقه دفاعيه وما يوجعوش هجوميا نترشحوا عليهم. اما منتخبات كورجيه يشد الكوره ويجيب لك الفرص كل درجين. المنتخبات هذه يلزمك تعرف كيفاش تكور معاهم، يلزمك قلب هجوم ويلزمك تدوير كوره ويلزمك برشا فرص. ما تنجمش تجيب فرصه ولا زوز باش تربحهم. يلزمك قلب هجوم عالمي باش تربح منتخب كيما المغرب ولا المنتخبات هذه تربحهم. يلزمك الفرصه اللي تجيك تسجلها كيما منتخب مصر كان عام تاع بوتريكا والاخرين كيفاش ربحوا المنتخبات القويه نتاع افريقيا. ما يخافش منهم. يشد لك الدفاع دقيقه يجيب لك فرصه، ما يبقاش ديما في الدفاع. احنا نشدوا الدفاع لين نليثوا لين ما عادش لين نفشلوا. كي نفشلوا ونقبلوا هدف نحاولوا نتقدموا ونزيدوا نقبلوا الثاني. بالطبيعه تقبل الثاني ومن الطاف الله الاهداف تسجلوا مؤخر نتاع المنتخب المغربي دقيقه 80 ودقيقه 94. المنتخب التونسي كان باش نعطيكم تقييم للاعبيه بعجاله. ايمن دحمان كان احسن واحد بصراحه في المقابله، يعطيه الصحه. 8 على 10. يان فاليري سيء جدا. يان فاليري لاريا دروا باش نقول لكم بصراحه راهو بدون مجامله سيء جدا. 0 على 10. علي العابدي احسن واحد كالعاده في المنتخب التونسي 10 على 10. علاء غراب هكا وهك 6 على 10. الطالبي متوسط 5 على 10. شكون الاخر؟ العيدوني مانيش عارف يمس كوره ولا ما مسش. العيدوني 4 على 10. شكون؟ فرجاني ساسي 5 على 10. هاني معاكم لا تنسوني. حنب على المجبري باس بشويه لين قلقنا. اما خير من غيره ابرك شوي وكهو. اما يجيش صانع العاب رسمي راهو باش نبداو متفاهمين. بالنسبه لحنا بعد 6 على 10. شكون الاخر؟ اش مزيان؟ بن سليمان الحاضر الغائب لعب وخرج 4 على 10. هبط في بلاصتو لطيف 3 على 10 بالرغم اللي هو مش خايب. فراس شوات في البطوله التونسيه يطيح فيها بعضها مع المنتخب التونسي قدام زوج مدافعين نتاع المنتخب المغربي ما مسش كوره. هبط في بلاصتو المستوري انا نسمع فيه كان يعيط على الحكم ما كهو. العاشوري بصراحه يلعب في كوبنهاجن مستوى ضعيف جدا، برجوليه ضعيف جدا. لا انديفيديال لا حتى شيء. اللهم مع منتخب ضعيف مع منتخب قوي لا شيء واضح. ايش نقول لكم؟ نقولوا 5 على 10 لعل يتصلح. والتاخيرات وكل التاخيرات في التغيير عملهم في اخر مقابل. معناتها ماتش كامل سامي طرابلسي شاد الدفاع، راه ماتش كامل هو في الدفاع وفي الاخر عمل زوج هجمات معاكس. المنتخب المغربي عندهم منتخب عملاق بصراحه. الكره موجوده، الفرص موجوده، المهاجمين موجود. يا خويا يخرج لك الحندوس يخرج يهبط في بلاصتو الرحيمي، يخرج النصير يهبط في بلاصتو الكعبي، وعندهم لاعبيه وناحي في وسط الميدان هو مرابط سد منيع وزيد كورجيه والصغير وصابيري كورجيه، واللي يهبط احتياطي يسجل الاهداف. يعني منتخب متكامل عندهم الكره.
شابو للمغرب وهارد لك لتونس. ان شاء الله سامي طرابلسي يراجع الحسابات نتاعو على خاطر ما زاد حتى شيء على جلال القادري ومنظر الكباير. طريقه دفاعيه ضد المنتخبات اللي تعرف تكور. وقتاش باش نوليو نجيبوا الفرص ونكوروا. السلام عليكم وتحيه تونس. بطبيعه الحال بلادنا ذيك ديما نشجعوها وان شاء الله تتحسن الامور.